مش كفايه انك ما جبتليش فانوس رمضان، كمان مش هتجيب لبس عيد زي ما انا عايزه؟ انا شاب في امتياز معهد فني تمريض من الفيوم، وعندي خبره حوالي 6 سنين في الصيدليات، ولكن بسبب التدريب في المستشفى مش عارف اشتغل، فظروفي الماديه صعبه. خطيبتي من القاهره وهي عارفه ظروفي كويس، مع قرب العيد حاولت افرحها، راجل محترم، فوفرت على قد ما اقدر 1500 جنيه عشان اجيب لها لبس العيد، يعني حاجه مش عليه. بسبب ان الاسعار في القاهره غاليه قلت لها خلاص هحول لك الفلوس وتشتري اللي يعجبك، او اجيب لك اللبس من عندي من البلد لان الاسعار ارخص، وفي نفس الوقت الناس انا عارفهم فهيصبروا عليا حتى لو اتبقى شويه فلوس. لكن هي رفضت الاتنين وقالت لو مش من المكان اللي هي عايزاه في القاهره ما تجيبش خالص. ولما شرحت لها ظروفي قالت انا مالي بظروفك. الكلام ده ضايقني جدا، خصوصا اني كنت فرحان اني قدرت اجيب حاجه حتى لو بسيطه، والمشكله كمان ان اغلب مشاكلنا انا اللي بروح اصالحها. المره دي قررت اسكت شويه، وعدى 3-4 ايام ومفيش اي محاوله منها للكلام، بالعكس بتنزل استوريهات توضح ان انا اللي غلطان. دلوقتي قررت اروح لها يوم الجمعه واتكلم بصراحه، دي ظروفي الحاليه، لو موافقه نكمل مع بعض لحد ما تحسن الظروف نكمل، ولو مش موافقه بكل شيء اسمه نصيب. هل كده انا صح ولا لا؟ والمفروض اعمل ايه؟ هو انت عملت اللي عليك، انت اساسا مش مطالب منك تجيب لبس عيد، فانت عايز تفرحها فجمعت المبلغ وتعبت نفسك وقرصت على نفسك عشان تجمع المبلغ، فبالتالي انت عداك العيب وازح. انت زي ما انت قلت كده روح حط النقط على الحروف، والله دي ظروفي، عايزه تكملي على كده كملي، مش عايزه براحتك، فانا معاك في النقطه دي. قول لي بقى رايك في التعليقات، المفروض هو يعمل ايه؟ سلامه محترم.